وصلنا شارع الأحمر في ألمانيا يا جماعة. أهلا بكم في المنطقة الحمراء يا إخوان. أهلا بكم في شارع الأحمر يا جماعة. هلا والله فيكم يا جماعة في فيديو جديد اليوم يا جماعة نحن بهامبورغ، بمدينة هامبورغ في ألمانيا. نحن هلا رح نزور الشارع يا جماعة أو المنطقة الحمراء يعني معروفة عنا، موجودة في أحد الدول المجاورة في أمستردام. يا جماعة هلا رح نزور هذا المكان، هذا الشارع الأحمر هون اللي موجود في مدينة هامبورغ، ورح نفرجيكم الأجواء ورح تشوفوا الأجواء هون يا جماعة كيف الأجواء بالليل. شوفوا يا جماعة من هون بتبلش هذا الشارع كله هيك. طبعا هذا الشارع مبنى. تعالوا شوفوا يا جماعة، نحن اليوم يوم السبت، اليوم العالم كلها رح تسهر واليوم في مناسبات كثير، فعندهم كثير اعياد. ما رح نذكر الاعياد اللي عندهم اياها هن، ما بيهمنا، بس رح نصور الاجواء ونشوف. تعالوا معي. شوفوا يا جماعه هذا المكان، هذا هون مثل مكان بيسهروا فيه. طبعا هون الناس ما بتحب تصوروا عن قريب، خاصه اذا كانوا هن بهيك اماكن، يعني ممكن يكون حدا منهم عم يشرب او يكون وضعيه ثانيه، فما راح نقرب ونصور عليهم. بس شوفوهم هيك من بعيد، قرب بس الزوم عليهم، شوفهم شايفين كيف؟ يا جماعة وصلت أخطر شارع بألمانيا. هذا أخطر شارع بألمانيا يا جماعة. هذا الشارع موجود فيه كل شيء، هون بيكون كل الشرطة موجودة، بوليس، بيكون إشارات إسعاف، شايفين 24 ساعة بهذا الشارع. بس أكثر شيء أيام العطلة، أيام الويكند أو بالفوخنندي بالألماني فوخنندي، بيكون هذا الشارع فل. شوفوا يا جماعة، راح أحاول أفوت أصور جوا قدر الإمكان وبرجيكم الأجواء ونشوف الأجواء كلها إيش عم بصير جوا. يا جماعة هون ممكن تتعرض للسرقة، ممكن تتعرض لضرب، ممكن تشوف مناظر بحياتك ما انك شايفها. بالإضافة للناس هون كلها بتكون يعني طبعا شيء طبيعي. عم نحاول نفرجيكم بس الحياة هي الليلية هون ونشوف شو عم بيصير هون بالضبط. يا جماعة هون طبعا الناس كلها هون بتكون طايرة، وهون مسموح تقريبا كل شيء، مسموح فعليا هذا الشارع اللي مسموح فيه كل شيء. يعتبر هذا من اخطر الشوارع بالمانيا يا جماعه، في منه على نمطه، يعتبر هذا من الاوائل اللي فيهم خطوره طبعا. يا جماعه في نقطه بدي اقول لكم اياها، هذه الاماكن هي مو بس الناس اللي ما مع مصاري بتجي لهون. اقرب اثبات السياره اللي هون عنا يا جماعه، وفي عنا على الطرف الثاني. تعالوا معي شوفوها. مو شرط الناس اللي هون موجوده هي ما مع مصاري، تعالوا شوفوا. شايفين السيارة هون يا جماعة؟ السيارات هون كلها في ناس يعني اللي معها مصاري موجودة هون، والناس اللي ما معها مصاري موجودة هون، فهذا الشارع فيه كل شيء يعني فعليا. السلام عليكم يا جماعة، أنا اللي عم صور معكم قتيبة اليوم. هذا ايبو يا جماعة، شكروا لي اياه بعد اذنكم، اكتبوا له شكرا يا ايبو. ما في داعي. طبعا السيارة اللي صورناها الثانية البورش حقها أكثر من 220,000 يورو. هي بس نقطة يا جماعة انه يعني هي الأماكن بيجي عليها كل شيء، يعني الناس اللي معها مصاري والناس اللي ما معها مصاري بتلاقوهم هون كل شيء، يعني كل الفئات موجودة هون. أكبر دليل يعني مثل ما شفنا يا جماعة. وهنا يا جماعة شوفوا وين صرنا، شوفوا هاي اللقطة. خلينا نكفي يا جماعة لأنه هون ممنوع نصور، لأنه هون كلها أماكن هي يعني بتعرفوا أنتم، قلت لكم هي منطقة ممنوعة. هاي المنطقة هي المسموح فيها كل شيء تقريبا، كل شيء ما في استثناء من أنواع الدخان، أنواع المشاريب. منطقة الشارع الأحمر يا جماعة. خلص أنتم عرفتوا الفكرة، خلص. اسمعوا الأصوات يا جماعة. أنا هون ما بصير أصور يا جماعة أبدا، بس عم بحاول أوصلكم الصوت والجو. هاي الأماكن هون كلها ممنوع التصوير فيها أبدا، بس الجو هون يا جماعة كله مثل ما سمعانين. شايفين؟ شوفوا يا جماعة كيف الجو هون، شايفين كيف كل الناس جاية بتسهر هون، وهذا الشارع كثير مع ذلك رح ندخل ونعيش الجو ليوم، او نعيش هذا الليل هون، نشوف كيف الناس عايشة هون. هلا فتنا يا جماعة، طبعا حاولنا نخفف إنارة مشان العالم ما تطلع علينا، لأنه هون العالم كلها العيون علينا وفي سكيورتي في أكثر من شيء، فمشان ما نلفت النظر كثير رح احاول افوت اصور لكم شوي ونرجع نطلع. شايفين يا جماعة؟ وعلى الناس هون في منهم بيجوا بيتمشوا
لحتى يختاروا المكان اللي راح يسهروا فيه اليوم، فبتلاقيهم عم يدوروا ما بيعرفوا وين راح يروحوا لسه. شايفين كيف؟ فكل واحد بيجي اليوم بدور وين في عروض، وين في مناسبات بفوتوا عليها طبعا. طبعا هون الحجي عم يلم فانت. الفانت هو يا جماعه هي القنينه اللي بتكون فاضيه، هاي بتنباع هون بالمانيا سعرها 25 سنت. فبيجي هون بلموا بتجي بتكون تنك او احيانا بتكون بلور بتكون ارخص، فهدول بلموها من هون في الشوارع وببيعوها. شايفين هاي شلون شايفين هاي اللي راح تعزمنا في عروض عندها. شايفين؟ والله يا جماعه تكونوا كثير منتبهين انه بيكون في ناس. الاجواء يا جماعه والله انا صراحه حيطت قلبي على ايدي وماشي، لانه هون في يعني الناس اللي هون الموجوده كلها ما طبيعي. شوفوا يا جماعه هون على يميننا ويسارنا كلها مع الاسف كلوبات كلها للسهر. شايفين؟ طبعا هي هون ممكن تعرض للسرقه، ممكن تعرض لاي شيء. حاولوا ما تجوا لهون، هيك اماكن هي اماكن كثير خطيره. شايفين؟ ممكن تشوفوا مشكل ملون هون يا جماعه، بتشوفوا كل شيء. طبعا هون موجودة أماكن أكل. شايفين على اليسار في أماكن أكل، في مطاعم، في كل شيء موجود. نحن بأخطر شارع يا جماعة، أخطر شارع في ألمانيا، أخطر شارع في ألمانيا أخوان. الأجواء ما هي طبيعية يا جماعة. طبعا لسه السهرات ما بلشت، لسه هون بتبلش بعد ال 12 بتصير الأجواء هون، بس لحد الآن الناس صاحية نوعا ما، في ناس هيك وفي ناس هيك. طبعا هون المنطقة تقريبا كلها هيك. هذا الشارع هو يعني أكثر شارع فيه كمية الكلوبات، وبعدها بيصيروا أفرع، بصير كل شارع فيه شغلات ثانية. يعني ما راح نحكي بالتفاصيل أكثر من هيك، بس مثل ما شفتوا هاي الأجواء هيك كثير هون، هيك طبعا كثير بتخوف صراحة. يعني نحن طول الوقت لازم ننتبه على جيوبنا، طول الوقت لازم تنتبه مين حواليك مين جنبك. ممكن يطلع أي شخص يكون سكران يجي يضربك. بألمانيا هون السكران بصراحة فيه يضربك، ما بكون عليه أي مسؤول، لأنه هو بالاخير هو سكران. يعني هو ضربك ما كان واعي. بلشت الناس تشرب وبلشت الجو. راح نشوف شو صار. الساعة صار الساعة 8:30 تقريبا. شايفين؟ فبلشت الناس بلشوا يولعوا الاجواء. انا راح اطلع من هون طبعا، ما راح نضل كثير هون، لانه هون صراحة خطر. لانه الصراحة هي الاماكن انا بعتبرها هي المناطق الخطرة. لانه هاي سيارة ليموزين، سيارة واحدة من أغلى السيارات. يعني ما بتوقع إنه لها سعر، لأنه هي الأغلب طلبية خاصة. ها شوف يا جماعة، واو حتى فيها شوفير خاص كمان. يعني صار عندي فضول أعرف مين كان فيها اليوم. على الأغلب إنه حدا من المشاهير أو حدا. ما شايفين هذا الشوارع بتلاقوا فيه كل شيء بدون استثناء، بتلاقوا الناس كلها يعني.
هلا وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى منكم تكون شفتوا هاي الصوره الموجوده هون. طبعا هذا الفيديو انا بصور لكم اياه بحيث انه انتم ما تيجوا لهون، هذا تحذير لكم، او ما تيجوا هون بالغلط لهيك اماكن. اذا جيتوا المانيا بتمنى منكم كلكم ما تيجوا هيك اماكن، لانه هاي الاماكن كثير كثير يعني فيها موضوع السرقات، موضوع الشغلات هي كلها، موضوع المشاريب، موضوع، فهي كلها هون. بتمنى انتم ما تقعوا بهيك شيء، الله يبعدكم عن هيك اماكن. انا جيت بس هون صورت عشان تشوفوا كيف الاجواء هون. بتمنى منكم تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس يا جماعه حتى يصلكم الاشعار وقت انا انزل الفيديو. احبكم رغم البعد، سلام.